صديقاتي واصدقائي، ازيكم عاملين ايه؟ لما بتيجي تشتري كمبيوتر بعد شويه سعر الكمبيوتر هو مش بيبقى اغلى حاجه، السوفت وير. فاكرين ياما كنا بنشتري السوفت وير؟ يا جماعه احنا بنسرق سوفت وير بعينينا. فعلا الحلقه النهارده هنتكلم على ازاي ما نسرقش ونجيب سوفت وير قانوني وفي نفس الوقت ببلاش وبنفس فايده السوفت وير اللي بفلوس. عشان كده سميناها ابو بلاش. اول سوفت وير احنا بنستعمله اول ما بننزل جهاز هو الاوفيس او معالج النصوص ومعالج البيانات والجداول، اكسل، وورد، وطبعا حاجه للعروض التقديميه زي باوربوينت. في بديل للقصه دي كلها، في بديلين مش بديل واحد. البديل الاولاني موجود اونلاين وببلاش ومملوك لشركه جوجل واسمه جوجل دوكس، جوجل ورك سبيس، وده عليه حاجات زي الباوربوينت، حاجات زي الاكسل، وحاجات زي الوورد. انت كمان لو عندك اكونت على مايكروسوفت هتقدر تاخد الخدمات دي بس على الانترنت بس ببلاش برضو زي بتاع جوجل. لو انت اوفلاين ومحتاج تشتغل ففي الحاله دي محتاج يبقى عندك سوفت وير. في قطاع كده في السوفت وير اسمه الاوبن سورس. واحد من المنتجات دي هو ليبر اوفيس. الداونلود فايل بتاع اوفيس ليبر 243 ميجا، ايام الميجا الجميله، وايام ما كان الهارد ديسك بتاعك 2 جيجا بس، كانت الحاجات دي جميله قوي. فالمهم ان هو 230 ميجا وبينزل فيه كل الفيتشرز، في وورد، في اكسل، في باوربوينت، في كمان سوفت وير تقدر ترسم بيه، وفي برنامج لقواعد البيانات. ده مجانا. ولو انت محتاج توابع الاوفيس زي فيزيو او بروجكت زي حالاتي، هم عندهم برضو اوفيس ليبر فيزيو اللي هو درو، وعندهم بروجكت مانجمنت سوفت وير اسمه ليبر بروجكت. فدول من غير ما نضطر نسرق مايكروسوفت. ما انا اصل صاحبي اداهولي على فلاشه. ده بقى اساس اختراقاتنا اللي بتحصل يوميا. ولو بتحصل عندك كوارث نتيجه ان السوفت وير المسروق ده بيبقى عاده يعني انت تبقى محظوظ لو طلع فيروس. السوفت وير التاني اللي انا بستعمله، انا ساعات بعمل بودكاستات صوتيه، فبستعمل سوفت وير لطيف جدا، هتلاقوا كل اللينكات على فكره تحت، اسمه اوداسيتي. اوداسيتي هو زي ادوبي اوديشن بالظبط، بس الفرق عنه ان ادوبي اوديشن عنده شويه حاجات زياده بس ببلاش، شغال، مش متفيروس، مش مسروق، مش لايسند، مفيش مشكله في اللايسنس، ده اوبن سورس. طيب ثالث سوفت وير انا بستعمله ساعات عشان اعمل الكفرز بتاعت الفيديوز بتاعتي هو حاجه زي الفوتوشوب. فوتوشوب طبعا غني عن التعريف، لغايه ما في شويه عيال عفاريت بره كده راحوا خدوا الانترفيس بتاعت فوتوشوب وعملوا برنامج جديد اسمه جيمب. لقوا اللطاف جدا ان هم كل شويه من فيرجنز فوتوشوب ما تتقدم شكل الانترفيس يعملوا شكل جيمب شكلها بالظبط. جيمب هو برنامج لتحرير الصور وهو برضو اوبن سورس. الميزه في الاوبن سورس كمان حاجه تانية، ان انت سواء بتشتغل ويندوز، تشتغل لينكس، تشتغل ماك، السوفت وير ده واحد، وكمان استهلاكاته لمعدات الاجهزه بتبقى بسيط جدا حتى في اعتى العمليات. وده اللي انا مسميه الكبير ده هو السوفت وير اللي انا بستعمله في الفيديو اديتنج. بتعلمه دلوقتي على الويندوز وكمان هتعلمه على الماك عشان انقل من فاينل كات اروح لدافينشي ريزولف. دافينشي ريزولف بقى حاجه جميله جدا، هسيب لكم اللينكات برده تحت. هيقول لك بص معاك $600 خش اشتري النسخه. طب يا حاج احنا يعني حبايب. طيب في نسخه اوبن سورس، والنسخه الاوبن سورس بالنسبه الا اذا كنت بتشتغل في هوليوود لا سمح الله مع الناس الجامده دي، لكن ما دام كلنا على باب الله زي بعض كده فالامكانيات دي مش تحس بفرق خالص. بالعكس انا بشوف ان دافينشي ريزولف عنده ميزه، ده رايي انا يعبر عن ايمن بس، انه في الكالر كوركشن بالذات في حاجه تظبيط الالوان دافينشي ريزولف يتفوق على فاينل كات وعلى بريمير، واداؤه مش اقل. ومش عايز اقول لكم بقى جماله وانت بتشغله على جهاز لينكس واللي جنبك شغال ماك دافع 70-80 الف جنيه وانت بتشتغل ب 3000 جنيه، حرق الدم. بس ساعات بحب انا القصه دي. فدول السوفت ويرز اللي هم ببلاش وفي نفس الوقت تقدر تستفيد منهم. ولو عندكم تعليقات او طلبات معينه طبعا ترحبوا او مرحب بيكم في الكومنتات تحت، واتمنى اكون قلت حاجه مفيده المره دي. انا وفرت شويه فلوس صح؟ اشوفكم على خير، سلام.